معانا سؤال بريب 2 من درس يوكليدس ثيرم بيقول لي ABC is right angle that A is the midpoint of AC and ED perpendicular to BC. Find the length of DC. طيب انا عشان اجيب الدي سي تعالى كده نحدد المطلوب عندنا. انا عايز اجيب الدي سي. طبعا الدي سي عشان اجيبها لو انا جيت فكرت في الترينجل اي دي سي هنلاحظ ان انا عشان اجيب الدي سي محتاج اعرف الاي سي. طيب ممكن اجيب الاي سي بس لو انا اعرف الاي سي اقدر اجيب الاي سي لو انا اعرف الاي سي. طب الاي سي ما اعرفهاش. طيب هل عندي اي معلومات تانية اقدر من خلالها اجيب الاي سي؟ هل ينفع اجيب الاي سي عن طريق الاي بي؟ لا مش هينفع. طيب ابتدي بعد كده افكر في الجيفنز المتاحه عندي. ايه الجيفنز المتاحه عندي؟ عندي هنا الاي ميد بوينت. عندي هنا ايه الاي ميد بوينت. طيب ايه رايكم لو احنا رسمنا من الاي كونستراكشن اي اف بحيث يكون الاي اف ده باراليل للاي بي. بحيث يكون الاي اف باراليل للاي بي. طب تعالوا كده نجرب مع بعض. هنرسم من هنا من الاي للاف ده كده لاين سيجمنت باراليل تو مين؟ باراليل تو الاي بي. ونيجي نكتب هنا عندي كونستراكشن درو لاين سيجمنت اي اف ده باراليل تو لاين سيجمنت اي بي. طيب مش انا عندي الاي اف دي parallel to line segment AB وفي نفس الوقت هي drawn from the midpoint of AC. طب ما احنا خدنا الترم الاولاني لو انا عندي ray drawn from a midpoint of one side of a triangle parallel to another side ده بيكون بيعمل ايه؟ بيكون bisect the third side. فاقول له خلاص اقول له since بقى since ان ال E is a midpoint لمين؟ لل AC يبقى therefore ال EF ده ماله؟ bisects البي سي. تمام يبقى ده بايسكت مين؟ البي سي. طب طالما هو بايسكت البي سي يبقى الاف ميد بوينت. يبقى therefore F is a midpoint لمين؟ للبي سي. طيب اصبح دلوقتي عندي الاف ميد بوينت يعني البي اف ايكوال البي سي وعندي الاي كمان ميد بوينت. طب ما اصبح كده هنا الاف اي دي بنسميها ميد سيجمنت. واحنا خدنا الترم الاول ان the length of the mid segment equal the length equal half the length of the mean of the opposite side او of the third side. اقول له تمام يبقى therefore الاي اف دي equal half الاي بي. فاذا كان الاي اف هتبقى هاف الاي بي يعني ايكوال هاف ملتبلاي 40 هتطلع معانا ب 20 سنتيمتر. تعالى نكتب عليها 20 سنتيمتر. طيب لو جينا بصينا بقى دلوقتي على الترينجل اف دي اي الترينجل اف دي اي هنلاحظ ان احنا معانا الاي دي هنا هو مديهانا اصلا في الجيفنز ب 12 واحنا جبنا دلوقتي الاف اي ب 20. طب ما انا عندي دوت رايت انجل ترينجل. تمام طالما هو رايت انجل تراينجل اقدر استخدم البايثاغورس ثيرم. يبقى اجي اقول له since ان التراينجل FDE is a right angled at D يبقى therefore اجيب بقى مين؟ اجيب ال FD بالبايثاغورس. يبقى therefore ال FD equal square root الهايبوتنس square minus ال other side square. يبقى هنا 20 square minus 12 square ونشوف هتطلع معانا بكام. هنقول له ادي الكالكوليتر وادي روت 20 باور 2 minus 12 باور 2 هتطلع معانا ب 16. يبقى دي equal 16 سنتيمتر اللي هي مين؟ اللي هي الاف دي. طيب حلو قوي. انا دلوقتي عندي ال AB parallel لل FE وعندي measure A ب 90. طب ما يبقى كده measure FEC هي كمان هتبقى ب 90 ديجري. تمام ومنها هيتكون معايا شكل التريانجل بتاع الايه؟ بتاع اليوكليدس ثيورم اللي هو بيكون عندي right angle triangle وفي perpendicular drawn from the vertex of a right angle perpendicular to the hypotenuse. فاقدر استخدم الايه؟ اليوكليدس ثيورم واجيب الدي سي عن طريقها. طيب هنقول له الكلام ده ازاي؟ لازم نثبت اول حاجه ان انجل اف اي سي ب 90 ديجري. هنثبتها ازاي؟ هنقول له ان انا عندي باراليل وترانسفيرسال. طيب يبقى نيجي نقول له سنس ان الاي بي ده باراليل للاف اي وعندي كمان الاي سي از a transversal يبقى therefore measure angle A equal measure angle FEC equal 90 degree. ليه دول كده corresponding angles. تمام يا شباب. طيب بعد كده هنيجي نقول له
since ان الاي دي ده perpendicular to اف سي. طالما الاي دي بقى انا اثبتت ان دي ب 90 خلاص. طب انا عندي الاي دي perpendicular to اف سي، يبقى اقدر استخدم اليوكليدس ثيرم. يبقى اقول له يبقى therefore قانون بقى نستخدم انهي قانون؟ قانون الاي دي سكوير. الاي دي سكوير ايكوال الدي سي ملتبلاي الدي اف. الاي دي سكوير ايكوال الدي سي ملتبلاي دي اف. يبقى اقول له therefore اي دي سكوير ايكوال دي سي ملتبلاي دي اف. طيب يبقى therefore انا عايز الدي سي، يبقى الدي سي ايكوال ناخد الاي دي سكوير اوفر الدي اف. طيب انا معايا الاي دي معايا ب 12، يبقى هنا ايكوال 12 باور 2 اوفر الدي اف انا لسه جايبها ب 16، ونيجي نحسبها بالكالكوليتور هنقول له ادي 12 باور 2 اوفر 16 هتطلع معانا ب 9 سنتيمتر.